يا ترى ايه اللي بيخلي منافسك اللي اصغر منك وخبرته اقل منك يشتغل اكتر منك في السوق؟ عندك خبرة اكتر، عندك امكانيات اكبر، يمكن حتى عندك متابعين اكتر، ولكن بتلاقي هو شغال اكتر منك. يا ترى هنا ايه الفرق ما بينكم؟ الحقيقة ان النجاح في البيزنس مش بالعمر، ومش بالاقدمية، ومش بمين اكبر من مين. النجاح في البيزنس، اي بيزنس واي تخصص، بالاذكى وباللي بيشتغل اكتر وبيعمل مجهود اكبر. ممكن تكون انت عندك امكانيات اكبر منه، ولكن هو بيعمل تسويق لنفسه بشكل اكبر. انت ممكن تكون مركز معاه، لكن هو مش مركز مين الاكبر، هو بيركز ان هو يشتغل اكتر، وان هو يقدم حاجه واضحه. واضح بيبيع ايه، واضح المشكله اللي بيحلها، عارف الفئه اللي هو بيستهدفها، وبيعمل محتوى يناسبها، بيشرح اكتر، بيظهر اكتر، بيعمل عروض اكبر، ودايما قدام الناس. فخدها قاعده: السوق مش بيكافئ اللي عنده امكانيات او اللي عنده فلوس او اللي عنده خبره. السوق بيكافئ الاذكى واللي عنده طموح اكبر، واللي عارف هو واقف فين وعنده خطه بيشتغل بيها لقدام.